لكم وبارك في أعمالكم وأعمالكم وجزاكم الله خير الجزاء. الليلة الثامنة من الشهر المبارك، وحديثنا تكملة لما بدأ به شيخنا الدكتور عبد السلام الصالح حفظه الله ورعاه، وهو حديث سيدنا تميم الداري عليه رضوان الله الذي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا الحديث من جوامع كلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم العبارة القصيرة التي تؤدي إلى معنى عظيم، بحيث لو كلفت تآليف كثيرة لما وسعت هاتين الكلمتين. ومن ذلك أيضا الحج عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني معتمد الحج على عرفة. وكذلك العجمة جبار. ما معنى العجمة جبار؟ أيضا من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة له صلى الله عليه وسلم. العجمة هذه الدابة التي تدب في أرض الغير، تفسد الزرع وتفسد غير ذلك فتجبر. تجبر ايش؟ بالتعوير. صاحبها يعطي تعوير لمن أفسدت زرعه. الحاصل الدين النصيحة. فقال من مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لما؟ الصحابة الكرام كأنهم يعلمون دورهم في الحياة، هم مبلغون رضوان الله تعالى عليهم، مبلغون بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله لمن النصيحة؟ لمن الدين النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثلاثة هي حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة لله، أن تؤمن بأن الله عز وجل موجود فتقف على حدوده ولا تتعداها أبدا. ولكتابه، أن تقرأ القرآن الكريم وأن تعمل بما جاء به القرآن الكريم. الثالثة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقير ما جاء به صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته. العامة هي النصيحة لولاة الأمور، يعني بواقعنا اليوم المحافظ، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وهكذا ولاة الأمور، ثم عامة المسلمين. فالنصيحة لها ثلاثة أركان: ناصح ومنصوح والموضوع وهو النصيحة. ولها شروط، وشروطها كثيرة. وقد ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله: تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الجماعة نوع من التوبيخ لا والسماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالواجب على من أراد أن ينصح أحدا أن لا ينصحه في الجماعة، بل عليه أن يراعي الوقت المناسب والزمان المناسب، وأن تكون النصيحة على علم. يعني مو أني أجهل بموضوع ثم أقدم نصيحة لأحد حتى يخسر مثل ما أنا أفهم أو أعلم. ينبغي أن تكون النصيحة على علم، وهذه شروط النصيحة. راوي الحديث هو صحابي جليل من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا تميم الداري، من يعني قبيلته داري. هذا الصحابي الجليل له أوائل في الإسلام، فهو أول من أسرج السرج. السرج فتيل في المسجد يطمس بزيت الزيتون وتشعل به النار فيضيء المسجد. أول من أسرج السرج في الإسلام هو سيدنا تميم الداري. وكذلك هو من صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا. وكذلك كان رضي الله تعالى عنه يختم في كل 7 أيام ختمة من القرآن. وهذا دأب صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يحزبون القرآن الكريم فيختمون في كل 7 أيام ختمة واحدة. وكذلك هو أول من قص، يعني شنو؟ روى قصة في الإسلام.
وكذلك هو الصحابي الوحيد الذي روى عنه حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة رضي الله عنهم يروون الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا سيدنا تميم الداري كان نصراني فأسلم فروى حديثا جساسا. فلما حان صلاة العصر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمه عليه الصلاة والسلام، توضأ وجلس وتبسم. فلما رأوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يتبسم قالوا: ما بك يا رسول الله؟ قال: رأيت تميم الداري فقص علي قصة الجساسة، يعني قصة المسيح الدجال عليه دوام السلام. فأعجبني ما قال، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما قص عليه تميم الداري، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لفرحه بموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، موافقة قصة تميم الداري وما حصل له عندما ركب البحر مع قوم من العرب. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: المؤمنون نصح، يعني إذا أردت أن تعرف مؤمن فهو ناصح. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي الأنصاري رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على 3 امور: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه جملة واحدة لأنها متضمنة ومن أعظم أركان الدين، متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الثالثة والنصح لكل مسلم، حتى أن خادم جرير رضي الله عنه جاء إليه بفرس سعرها 300 دينار، فلما رآها أن قيمتها أكثر من ذلك ماذا صنع؟ جعل سعرها 800 دينار وأعطاها للمسلم الذي ابتاعها منه. لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالمؤمنون نصحا والمنافقون أجلهم الله غششا. وكذلك هنالك يعني جملة أعجبتني كثيرا أحب أن أطرحها عليكم، وهي بين كسب القلوب وكسب القلوب خير رفيع يسمى أسلوب، وهذا ما فعله سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم السلام الله تبارك وتعالى لما رأوا رجلا كبيرا في السن لا يحسن الوضوء، فتبادر الاثنين بأن يتسابقا ويحكما هذا الشخص الكبير في السن بأن يجعله حكما أيهما يحسن الوضوء. فعندما رأى وضوء الحسن بتمامه ووضوء الحسين بتمامه قال: والله إنكم تحسنون الوضوء وإن عمكم هو من يسيء الوضوء. فهذا أسلوب ينبغي على الناصح أن يتخذ أسلوبا لا يكسر به القلوب وإنما يكسر به القلوب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا 3 أسئلة